ده عبد المجيد تبون، أغبى رئيس في العالم. عمي تبون. طب ليه؟ وإزاي هو أغبى رئيس؟ تعالوا نشوف 5 تصريحات لتبون وهنعرف ليه. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها علي، راك غلط، غلط بزاف. احنا أنا في 5,630,000 شاهد من أجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت، هذا ما كان. الله، مش كانوا 1,500,000؟ حسبتهم ازاي؟ دي ألمانيا خسرت حرب عالمية وما عندهاش الرقم ده. 5,630,000 شاهد. طيب يا عم متزعلش. تخريب الإنسان اللي يخصص المال تاعه باش يخرب، الفتنة مش مليحة. أنا أيقظ نار الفتنة يعني عليه اللعنة بالتقريب. صح، عندك حق، الفتنة وحشة ولعنة الله على المخربين. إنما أنت يا حبة عيني بتلعب مع المغرب بس، تلاقيك قاعد وزهقان ما بتعملش حاجة، فقلت ما تيجي نحط للمغرب عصابة على الحدود ونلعب معاهم. أنا على وشك الاتفاق باش ندير مزرعة نتاع 100,000 هكتار، 100,000 هكتار، باش نبدأ لأول مرة نحاول ننتج الغبرة نتاع الحليب عندنا. عايز تزرع إيه يا حبيبي؟ إذا كان الرئيس عامل كده، أمال الشعب عامل إزاي؟ ماهوش قدر المحتوم أنا باش نستورد، ننتج تاعي. أنت متأكد إنكم بتستوردوا بودرة حليب مش بودرة تانية؟ إن الجزائر آية الشعب حررها وربك وقعها. إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف أقول إيه الصراحة. أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال الجزائر، ثم قال ماذا؟ قال الجزائر. لا كده كتير قوي، ده طلع الشعب كله غبي. واضح إن البودرة اللي بيستوردوها فيها حاجة. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. هي الناس دي بتسقف ليه؟ هو قال حاجة أصلاً؟ إيه الشعب العبيط ده؟ الأطباء تاعنا من أحسن الأطباء في العالم، وراني نقولها. السيد عبد المجيد تبون عاد إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا بعد أيام من إجرائه عملية جراحية على قدمه اليمنى. أيوة، قلتش حاجة أنا بقى؟ اسكت يا هو اللي بيقول. أول مرة أشوف رئيس عبيط وكذاب في نفس الوقت. ده مش بعيد يكون بينسى هو مين أصلاً. أهو كل ده من البودرة اللي بيستوردوها.